السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الفريلانسر. لو خايف من الاحتيال والنصب على منصات الفريلانس زي خمسات او مستقل او ابورك او غيره، انصحك تشوف الفيديو ده للنهايه. كلنا اول ما بدانا نشتغل كفريلانسرز على منصات خمسات ومستقل وغيره كنا خايفين جدا انه يتنصب علينا، او بعد ما نسلم الشغل للعميل العميل يهرب وما يدفعش فلوس الخدمه اللي احنا عملناها له. زي العميل مثلا ممكن يتحجج ويقول ان الشغل ده وحش او مش ده الشغل اللي هو طالبه اصلا، وحاجات زي كده علشان يهرب وما يدفعش فلوس الخدمه. ففي الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن بعض الامور اللي تخلينا واعيين اكتر وفاهمين الحاجات دي بتتم ازاي. شوف، الكلام اللي هنتكلم عنه دلوقتي ممكن يختلف عليه او يتفق عليه كتير من الفريلانسرز اللي شغالين في المجال في الوقت الحالي. علشان كده مهما سمعت من نصايح وخطوات المفروض ان انت تعملها علشان تتجنب النصب عليك او الاحتيال عليك في منصات الفريلانس زي خمسات وغيره، فاكيد هيجي عليك الوقت اللي هتكتسب فيه الخبره الكافيه اللي هتخليك تعرف تتعامل بالطريقه دي بالاسلوب المريح ليك انت. بالنسبه للطريقه اللي انا بشتغل بيها او بتبعها وانا بتعامل مع العملاء بتوعي على المنصات الفريلانس، هي ان رب ضاره نافعه. بمعنى ايه؟ يعني مثلا هنفترض ان في عميل اشترى منك خدمه على منصه خمسات وطلب منك في الخدمه دي انك تعمل له تصميم سوشيال ميديا لعياده اسنان مثلا، وكمان وضح لك الداتا والتفاصيل وكل حاجه انت محتاجها علشان تبدا في التصميم ده، وانت بالفعل بدات تشتغل ونفذت له التصميم زي ما هو عايز. لكن فوجئت ان العميل بيقول لك ايه ده؟ ايه القرف ده؟ مش ده التصميم خالص اللي انا عاوزه، او ان التصميم ده سيء جدا. خد بالك، هنا انت ممكن تفقد الثقه في نفسك وفي شغلك، لكن مش ده اللي المطلوب تحسه في الوقت ده خالص. لانك لازم تتكلم مع العميل بكل وضوح وتعرفه ان انت عملت التصميم زي ما هو عايز بالظبط وزي المرجع او المثال او الريفرنس اللي هو بعته لك، وتحاول تفهم منه سبب رفضه للتصميم ايه. طبعا انت هنا لو حسيت بس ان العميل بيقول كلام مش منطقي او بيتحجج باي حجج وهي علشان بس يهرب وما يدفعش فلوس الخدمه اللي انت عملتها له، وخد بالك ان ده ممكن يكون عميل عادي وبيدفع فلوس في الشغل مفيش مشكله، بس هو ساعات بيكون فاهم طبيعه عمل المنصات دي وعارف ان في فريلانسرز جداد موجودين على الموقع محتاجين اول شغلانه ليهم، فبالتالي ممكن يقبلوا الشغل بسهوله. وهم دول بيكون اكتر ناس ممكن يبداوا شغل حتى من غير ما يتم طلب الخدمه منهم، لمجرد ان الفريلانسر ده او مقدم الخدمه عاوز يكسب ثقه العميل ده ويعمل له الشغل حتى من قبل ما يطلب، بحيث انه لو عجب الشغل يطلب الخدمه بتاعته بعد كده. وممكن يكون شخص طبيعي او فريلانسر حتى بيستخدم ذكائه ان هو ينفذ الشغل بتاعه او الشغل اللي مطلوب منه من غير ما يكون حتى او من غير ما يدفع فلوس في الشغل ده. وطبعا كل واحد بيختار الطريق اللي يمشي فيه، وربنا طبعا مطلع على اللي في قلوبنا، فعلشان كده حاول دايما تتحرى الحلال في شغلك. صدقني الدنيا قصيره وما تستاهلش نعمل عشانها كل ده خالص يعني. طيب، وعامه برضو في الحاله دي انت ممكن تعمل حاجتين اتنين. اول حاجه هي ان انت تتقبل الموضوع وتتقبل الامر ده وتلغي الخدمه لو العميل طلبها منك، بتلغيها وبتحتفظ بالتصميم ده كسابقه اعمال ليك. لو الطلب منك حاجه في نفس المجال او في نفس الشغل بتقدمه كريفرنس انت عملته قبل كده، وصدقني ممكن يكون الشغل ده اللي انت عملته او التصميمات اللي انت عملتها دي تكون سبب كبير في ان حد يختارك انك تعمل شغل شبه الشغل اللي انت عملته ده، فممكن يكون مصدر رزق ليك او سبب رزق ليك لكن قدام شويه. والموضوع ده حصل معايا شخصيا مع اكتر من عميل، علشان كده دايما بقول لك انه رب ضاره نافعه. انا بقيت اتعامل مع الموضوع ده من هذا المنطلق. يعني اي شغل مثلا انا وثقت في العميل وبدات اشتغل له، وللاسف العميل ما طلعش محل الثقه دي، فانا خلاص بتقبل الموضوع بصراحه وبستخدم الشغل ده كسابقه اعمال ليا او كريفرنس بقدمه لو حد محتاج شغل في نفس المجال او في نفس او شبه الحاجات اللي انا عملتها بقدمها. واوقات كتير جدا والله بتكون سبب في ان العميل يختارني ان انا اعمل الشغل ده. فاللي هو الشغل اللي مش هتاخد منه فلوس بشكل مادي هتقدر تاخد منه خبره كويسه هتنفعك فيما بعد. اما الحاجه التانيه بقى هي ان انت ممكن تبعت شكوى في المنصه اللي انت شغال عليها، سواء كانت خمسات او مستقل او ابورك. تقدر تبعت شكوى واداره المنصه بتتابع وبتحقق في الموضوع. فانت بتبعت شكوى لمنصه خمسات او اي كانت المنصه اللي انت شغال عليها، وتسيب الاداره تقرر القرار بتاعها يكون عامل ازاي. اما ان انت تتمسك بحقك وتقول ان انت نفذت الشغل اللي العميل محتاجه، وبتطلب من المنصه ان هم ياكدوا الاوردر او الطلب دوت، وبتشوف رد المنصه عليك بيكون عامل ازاي. وفي الحالتين زي ما اتفقنا انت الكسبان. لو اداره المنصه وافقت على الطلب بتاعك او كانت في صفك، فبالتالي هتبدا تنفذ الاوردر وهتنزل الرصيد او الارباح في حسابك. او لو انت تقبلت الامر زي ما قلنا فخلاص انت معاك سابقه اعمال، خاصه لو انت مبتدئ هتقدر تستخدمها فيما بعد. خلينا برضو ندخل في شويه كلام عملي اكتر عن الموضوع ده، وازاي اصلا اعرف العميل اللي داخل يكلمني في الرسائل ده هل العميل ده نصاب او ان هو مش جاد في طلبه. بص، لو انت على منصه خمسات فللاسف انت مش تقدر تعرف العميل ده
من الهيستوري بتاعه عامل ازاي او البروفايل بتاعه عامل ازاي، مش هتقدر تقيم العميل من البروفايل بتاعه في خمسات. على عكس منصات مختلفة كتير زي مستقل او ابورك او فريلانسر بتقدر تعرف حاجات كتير عن العميل من البروفايل بتاعه، زي المشاريع اللي العميل استلمها قبل كده ومعدل التوظيف بتاعه على المنصة اللي انت موجود عليها، وهل معدل التوظيف ده او الريت بتاع التوظيف بتاعه عالي ولا قليل. مثلا هنفترض ان العميل ده منزل قبل كده مثلا في الهيستوري بتاع البروفايل بتاعه منزل 100 شغلانه او 100 مشروع، لكن استلم بس منهم 10، فبالتالي معدل التوظيف بتاع العميل ده 10%، فده يعتبر ريت او نسبة استلام مشاريع قليلة جدا، بتديك انطباع ان العميل ده ممكن يكون الى حد ما متعب او مش جاد في طلبه شوية او متردد مثلا. طيب بعد ما انت دخلت على البروفايل بتاع العميل، لو انت كنت في منصات تانية غير خمسات، وقدرت تعرف تقييم العميل دوت او نسبة جديته في طلبه للشغل او للمشاريع عامل ازاي، ومع ذلك لو انت قابلت مثلا عميل انت حاسس ان هو مش جاد في طلبه او البروفايل بتاعه بيقول ان معدل التوظيف بتاعه قليل او سيء، في الحالة دي انت ممكن تبدأ تشتغل معاه، لكن هتعمل اكتر من حاجة علشان تحمي شغلك او تحمي الشغل بتاعك من ان هو يتسرق او يستخدم. اول حاجة انت ممكن تقدم له الشغل بعلامة مائية او تقدم له الشغل بتاعك بجودة منخفضة كنوع من انواع حماية الشغل بتاعك. لو الشغل اللي انت بعته للعميل ده العميل استقر عليه وموافق عليه وهو ده المطلوب، بتبدا تبعت له الشغل بدون العلامه المائيه وبتبعت له الشغل بجوده عاليه. في النهايه حابب اقول لك ما تخليش الخوف من النصب عليك هو العقبه الوحيده في طريق نجاحك كفريلانسر. ابدا وطور من نفسك باستمرار وتوكل على ربنا، وربنا مش بيضيع تعب حد في الاخر. فلو وصلت لحد هنا وحابب تتعلم اكتر ازاي بنشتغل على منصه خمسات او باقي المنصات الفريلانس، اعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناه علشان يوتيوب بيفهم ان انت مهتم بنوع المحتوى ده، فبالتالي يجيب لك المحتوى اللي احنا بننزله باستمرار. وفي نهايه الفيديو احب اقول لك بالتوفيق